اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الفل عليكم، صباح الحلويات، صباح كل حاجه حلوه في حياتكم. يجعل نهاركم عسل ان شاء الله. شوفوا انا عامل ايه النهارده، عامل ايه صينيه بطاطس اللي هما بيسموها خلطه بيضه زي ما بيقولوا يعني. ماشي، بصوا شايفين هي عامله ازاي. ديت بصل، 3 بصلات بشرهم، حط عليها كزبره ناشفه، شطه، فلفل، ملح، حبهان اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا بطحنه مع ورق لورا او ورق الغار زي ما انتوا بتقولوا، وكنزبيل. ماشي، هو ده التوابل اللي انا حطاها. بس ديت عشان نوفر شويه في الدنيا بقت غاليه قوي والاسعار بقت نار. ديت بصوا، دي ربع كيلو لحمه، شايفينها. هعمل لكم حته صينيه بطاطس جميله تكفي اكتر من 4 تنفار. ماشي، تبقى حلوه فيها بركه يعني. ديت البطاطس شايفينها، البطاطس شايفينها، دي سمكه، انا عايزاها سمكها كده، مش عايزاها ولا تخينه ولا رفيعه، عايزه السمك كده. ماشي، وعامله كمان الخضار شايفينه يا حبايبي، مقطعاه اهو. شايفين ده فلفل الوان، دي طماطم، ودي كوسه. شوفوا انا مقطعاها من جنب كده، بصوا شرشراها ومقطعاها من جنب. ماشي، بوربه كده عشان تبقى بالشكل ده، عشان تبقى كبيره شويه مع الحاجه اللي انا هرصصها. ماشي، انت هتشوفوها في الاخر بقى هتبقى جميله جدا. بصوا هعمل اللحمه دلوقتي ونعملها، نعصقها، نعملها دعكه مع بعضها. حبيبي هنجيب بقى البصله اللي انا قلت لكم ان هي تبلتها، دعكتها جامد 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 عشان تطلع ريحتها، وريحتها جميله قوي. اللي بيحب التوم يحط فيه توم، بيبقى جميل برضه. ماشي، ديت الخضار. احط برضك بقيه البصل فيها زي ما انتوا شايفين كده، وادعكها فيها جامد. وانا طالبه لها صلصه طماطم، طالباها في الخلاط. انا ولا هسبك ولا اعمل اي حاجه، هي بتتعمل كده من غير تسبيك. ماشي، شايفين الخضار هدعكه كده اهوت، الملح والفلفل والبصله عشان تطلع ريحه الخضار. الطماطم لازم تبقى جامده، ماشي، ما تبقاش مستويه، لازم تبقى طماطم جامده. شايفينها اهي جامد. ماشي، شوفوا انا عملت اللحمه اهي، شايفينها عملتها كده، عصقتها جامد بالبصله، وقمت حطاها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا عملتها ازاي، زي ما انتوا شايفينها كده، بطلتها واسيبها شويه في التلاجة عشان تمسك نفسها، وبعد كده احطها بقى في الطاجن. ماشي، وبعد كده اوريها لكم شكلها ايه. بصوا يا حبيبي وريتها ازاي، شايفينها. نحط اهم حاجه الطماطم مع اللحمه، وبعدين هنحط البطاطس. ماشي، وهنحط كمان الكوسه اللي انا قلت لكم عليها، ان انا اقطعها تقريبا زي البطاطس. شايفينها، هنعملها كده. ماشي، هنشيل ديت شويه عشان مكلكعه شويه. نحطها اهم حاجه الطماطم تبقى جنب اللحم. هنيجي من الوش التاني نحط بردك نفس الحكايه، وطماطم في الاخر، وبعدين نقوم رصصينها جنب بعضها زي ما انتوا شايفين كده. شايفينها عامله ازاي. نحاول نخليهم كلهم قد بعضهم جنب بعضهم. عامله بقى زي ما انتوا شايفينها كده، هعملها بقى بالطريقه دي في الاخر اوريها لكم. بصوا انا حطيت شبت معاها، وكان عندي توم في الفريزر طلعته، وقمت عاملاها مع الخضار. ماشي، عشان يديها ريحه لازم تحطي تومه كمان معاها. ماشي، وحاطه شبت كمان في الخضار، تعجب الخضار، معلقه شبت واحده بس كانت عندي في التلاجة، قمت حطاها. ماشي يا حبايبي، اوريها لكم بقى ما تخلص، هوريكي شكلها النهائي. بس يا حبايبي القلب بعد ما خلص اهو، شايفين الجمال، جميله قوي قوي قوي، هتعجبكم قوي، طعم جميل. ماشي، هنيجي هنا. بصوا هنحط هنا دي الصلصه، انا طالباها طماطم، قصدي طالباها في الخلاط، دي ملح حبه صغيرين عشان احنا محدقين، خلي بالكم البطاطس، فهي معلقه ملح صغيره بس.
بصوا ده زيت زيتون شايفينه، هنحط منه معلقه، اللي عنده ماشي، ما عندوش خلاص مش هنحط زيت عادي، هنحط كمان زيت عادي ماشي. هي اخف يعني صحيه من غير سمنه ولا اي حاجه، هي زيت بس ماشي. اللحمه كمان هتنزل ايه، هتنزل محتويات. شايفه يا حبيبي، هحط معلقتين زيت كبار كده زي ما انتوا شايفين عشان هتطعمها وتخليها حلو على الصلصه، على السلطه، استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد. على الطماطم اللي هي مضروبه في الخلاط ماشي. هنحط كمان معلقه شطه بسيطه كده، انا حاطه شطه اصلا في البصل زي ما انتوا فاكرين يعني. وهنحط كمان فلفل، هنطعمها بس شويه، وبعد كده ايه هنقوم حاطينها بقى على ايه، هنقلبها اهوت. شايفينها بقلبها كده اهوت لغايه ما ايه تدوب خالص الحاجه في قلبها. هنقوم حاطينها بقى على ايه، على الخلطه بطاطس ماشي، ونحطها في الفرن. هنخطيها نحطها في الفرن، اما تقرب تستوي كده، نقوم ايه كاشفين الخضا، كاشفين الورق الحراري، هنحطها بورق حراري، نقوم كاشفينه ان شاء الله. شايفينها اهي، هنقوم كاشفينه بقى. استنى اوريكم، هنغطيها كمان، هنغطيها بالورق الحراري اهو، ونقوم دخلينها الفرن قدامكم على نار عاليه، وبعدين نعملها نار متوسطه. نسيت احط اهم حاجه، عارفين اهم حاجه ايه؟ ان احنا نحط سكر، نحط معلقه سكر ماشي. لازم تحطوا سكر، لان السكر هو اللي بيخلي ايه، بيعادل الصلصه والطماطم اللي انا حطاها فيها كتير ماشي. هنحط معلقه سكر كده معاها، مش هتحسوا بطعمها ولا حاجه، ما تقلقوش، بس هتخلي طعم الصلصه حلوه ماشي. دي معلقه السكر، اوعى تنسوها، او احطها مع الصلصه، مع السلطه، مع الصلصه الطماطم مضروبه في الخلاط، هنحطها معاها ماشي يا حبايبي. مش عارفه متلخبطه ليه النهارده. خلاص هنحطها بقى ايه في الفرن. وهنعليه، هنقيد الفرن عليه، على الفرن ايداه، وهنعليها عليه، وبعد كده هنوطي. شوفوا يا حبايبي، صينيه البطاطس اهي، صينيه الخلطبيطه بالصلصه زي ما بيقولوا، اللي بتيجي في الكرتون فاكرينها، اهي دي خلطبيطه بقى. شوفوا جميله ازاي، جميله جدا وهتعجبكم قوي. وهعمل لكم بقى حبه رز، اعمل لكم بقى حبه رز. شفتم بطاطس مستويه خالص، شايفينها؟ اعملوا بقى جنبها حبه رز، واللحمه كفته. شوفوا ربع كيلو لحمه تعمل لك صينيه حلوه ازاي ماشي يا حبيبتي. يلا الله تعجبكم، ما تنسوش بقى تدوني لايكات لو عجبتكم. شفتوا الكوسه جميله.